بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم حبيباتي الغاليات، وكذلك متتبعاتي وطالباتي الغاليات في التكوين. دائما درس جديد أو يومياتي في التكوين المهني. هنا حبيت ننقل لكم أجواء التكوين المهني مع دروس المملحات. هنايا طلب الكثير من طالباتي اللي قالوا لي ديري لنا المملحات. هنايا في الحقيقه منشرحها ندير لهم كاع المملحات، هما اللي طلبوا مني اني ندير لهم المملحات. قلت لهم نكتفوا بهذا الحد، درنا كثير او انواع من المملحات، مازالوا انواع من المملحات بصح نشوفوا لحساب الوقت. هنا ما يكفيناش الوقت، لازم نكملوا الحلويات. كما تشوفوا درت لهم لي فولفون، درت لهم لي سيجار، درت لهم لي كورني بالعجينه المورقه، وكذلك درت لهم طاجين زيتون، درت لهم شلاطه او سلاطه، درت لهم كذلك الفريت. هنايا بعد ما البنات عجنوا العجينه كما قلت لكم اللي هي دائما رطل فرينه، 4 ملاعق زيت، ملعقتين خل، قرصه ملح او ملعقه صغيره ملح، ونعجنوها بالماء البارد ونغطوها ونخلوها تريح. هنا راح نخدم المارغرين التوريق. هنا ما نحبش نكرفجها، لانه كي نكرفجها بالخصوص في فصل الشتاء تبقى لي حبيبات. نحب نخدمها بايدي مليح، وكذلك في بعض الاحيان نزيد لها ملعقه انشا. وبالنسبه للمارغرين هنا عندي 250 غرام، رايحه نخدمها مليح بايدي باش تكون قوام العجينه نفسه هو قوام المارغرين. هنا ما لازمش تكون العجينه لينه والمارغرين تكون قاصحه، في نفس الوقت تكون المارغرين لينه والعجينه قاصحه، لا، لازم نفس القوام العجينه يكون قوام المارغرين. هنا نظن حبيباتي الغاليات فهمتوني. بعد ما خدمت المارغرين مليح في الورقه هكذا درتها نورمالمون، حنا عندنا الوقت ما يكفيناش، 4 سوايع ما يكفوناش، لازم تستفوها على شكل مستطيل. انا هنا خدمتها لهم بسرعه، في نفس الوقت العجينه عجنوها البنات وخليناها ريحت. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان يقولوا لي رطل تاع فرينه قداش يكون، نقول للبنات هنايا في التكوين وزنت لهم رطل فرينه وقوموها بكاس وليد، لقاوها 3 كؤوس ونصف. نظن فهمتوني بنات، 3 كؤوس ونصف. هنا بالنسبه لرطل فرينه. فتحت العجينه هنا على شكل مستطيل طويل هكذا. هنا هذه بالنسبه للعجينه المورقه، هذه انا نخدمها بهذه الطريقه، في ساعه نكملها وما تشدليش الوقت، وفي نفس الوقت تجي ما شاء الله، تجي مرقه وطيب. وش نقول لكم، البنات شافوا ونخلي لهم التعليق. من بعد ما فتحت العجينه على شكل مستطيل طويل، نضع المارغرين فوق العجينه هكذا في النصف، ونطبق العجينه نغلقها ونفتحها على شريط طويل، على شكل شريط طويل. كما قلت لكم هذه الطريقه سهله وفي ساعه تكمليها، ما تشدلكش اللي مش مجربه نهائي عجينه التوريق. هنا هذه الطريقه سهله، في ساعه تكمليها وكما يقولوا ما تجيكش صعبه، تجي سهله. من بعد ما فتحت شريط طويل رايحه نطبقها. كما تشوفوا قوام العجينه نفس قوام المارغرين، تساعدكم في الخدمه. نفضها مليح من الفرينه، نطبقها كما تشوفوا على 2 ومن بعدها على 4، ومن بعد تطبقوها على 2 في الوسط. هنا كي تكوني في الدار خليها تريح، ومن بعد عاودي اعجنيها افتحيها وطبقيها، زيدي خليها تريح، زيدي عاودي افتحيها وطبقيها، انما ما تطبقيهاش على 4 كما تشوفوا، طبقيها على 3. فهمتوني نظن بنات؟ ومن بعد تخلوها تريح، كل ما تريح العجينه كل ما تصلح لكم مارغرين التوريق. هنا بعد ما ريحت عفوا قسمناها على نصفين وفتحتها وراح نقطعها مربعات. انا هنايا بالنسبه لي فولفون نستحسن الشكل المربع، ما يخليناش لي شيت تاع العجين بزاف، مش كما الشكل الدائري. حتى البنات استحسنوا الشكل المربع. ربي يحفظهم لي حبيباتي الغاليات، عاونوني بزاف في هذه الحصه، ونقول لهم يعطيكم الصحه طالباتي الغاليات. شوفوا الطالبات كامل ما شاء الله عليهم، كل وحده وشطارتها وكل وحده وخدمتها، نقول لهم ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم. راح نتوحشكم بزاف لانه رايحه خلاص الفوج الوقت راح يقضى. هنا بالنسبه للعجينه اللي شيت هكذا ما تلموهمش، طبقوهم كما وريت البنات، طبقوهم فقط. هنا ناخذوا 3 مربعات، واحده نخلوها مجموله و2 نثقبوهم في الوسط،
في نفس الوقت كنت كسرت البيضه، فصلت الصفار عن البياض، راح نلصقوا لاباط او العجين ببياض البيض، راح نحطوا مربع، وفي نفس الوقت نثقبوها بالشوكه من الوسط. هنايا درت زوج مربعات باش تجي عاليه بنات، باش تتورق لكم بزاف وتجي عاليه. راح نثقبوها في الوسط ونحطوها تنضج في الفرن، نشعلوا عليها من الاسفل، بعد ما تطيب من الاسفل نشعلوا عليها من الفوق. حتى انا لقيت هنايا البنات راح ناخذ مثل السيجار كذلك لي كورني، ما شاء الله عليهم غالياتي حبيباتي. هنا في نفس الوقت درنا طاجين زيتون، بعد ما رحينا البصل درناه يتكتك مع السمن. هنا خلطناها بصله روس وبصله ربطات، درنا الرند، ومن بعد ما تغلت البصله مليح راح نضيف الدجاج. في نفس الوقت غسلنا الزيتون وقطعنا الزرنديه، كي بعد ما تكتك الدجاج مليح تبلناه فلفل اسود، زنجبيل، رند، زعيتره. الملح هنايا ما درتش لانه الزيتون مالح، خلوهم يذبلوا مليح ومن بعد نضيفوا لها الزيتون والجزر ونمرقوها ونخلوها طيب. صدقوني جا طاجين زيتون ما شاء الله. هنا بالنسبه للرولي رحيت صدور الدجاج، درت فلفل اسود، درت 4 ملاعق شابلور، درت بيضتين، معدنوس مقطع، بصل مكرفش، كذلك نضيفوا لها الملح. نمزج المكونات مع بعض. وبالنسبه عندي واحد الاستيوس او سر كما يقولوا، بعد كي تعودي ترحي في صدر الدجاج ضيفي حبات من الزيتون ورحيه معاه، هنا يمد لها واحد المذاق واش نحكي لكم. ما ننساوش بنات هنا كذلك درت الزعيتره، انا الزعيتره نخدم بها بزاف. من بعد ما عجنتو مليح، هنا حاولوا انكم تعجنوه مليح. الا كنتي في الدار ودرتي كونتيتي قليله، من المستحسن انك ديري صدر الدجاج، البصل، وديري لا شابليغ والبيض وتبليهم وديريهم يرحوا وزيتون، حبات زيتون، وديريهم يرحوا كامل مع بعضهم في الروبو. هنا بها الكميه كبيره او الكونتيتي كبيره، درت صدر الدجاج رحيته وحده، المعدنوس قطعته وحده، البصل رحيته وحده، وخلطتهم او مزجتهم مع بعضهم هكذا بايدي. هنا بعد ما مزاجتهم رايحه نفتح كيس بلاستيكي نستف الدجاج وندير هنايا درت جبن طلاء. وشنو هي حبينا نديروا حاجه بركت، هي نورمالمون نديروا فرماج شرائح، انا درت هذا اللي عندي متوفر لي في التكوين. درنا الرولي خدمته وما فورتوش لانه الوقت ما عندناش، درت له الالمنيوم وستفته في البلاوات ولحته في الفور ينضج، شعلت عليه من الفوق ومن الاسفل. في نفس الوقت هنايا مريم راهي تقلي في البطاطا، ربي يحفظها. كما قلت لكم درنا البطاطا. هنا طاجين الزيتون انضج كما تشوفوا ما شاء الله، درنا له الشامبينيون كذلك لي بول دجاج. وفي نفس الوقت الرولي عفوا ها هو ينضج، وكذلك الدجاج درته يتحمر ما شاء الله. ما خلينا حتى حاجه، درنا كامل الحوايج. هنا الرولي من بعد ما نضج نحيته من الالمنيوم السيلوفان ورايحه نرجعه يتحمر في الفور. هنا البنات الطالبات شنو نقول لكم ما شاء الله عليهم، ربي يحفظهم كامل. هنا راح نرجعوا الرولي يتحمر من الاسفل ومن الفوق، نشعلوا عليه من الاسفل ومن الفوق. في نفس الوقت البنات هنايا وجدوا شلاطه خضراء او الخس، كذلك قطعوا لي المعدنوس كما تشوفوا، غسلوا لي الزيتون ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، فاتت حصه روعه. هنا طاجين زيتون من بعد ما نضج، شلاطه اكيد داروا لها الفينيغريت، لي كورني حشاوهم بكريمه الجبن مع الدجاج، ولي فولفون حشاوهم بلا صوص غوج بالهريسه وداروا لهم الثوم. الله يبارك عليهم الله يبارك عليهم. باش نقول لكم هذا واش الحق صورت لكم ما شاء الله. الحصه فاتت بسرعه وربع سوايع ما كفاتناش. هنايا هاي التحضيرات واجده في طاوله التقديم. البطاطا فريت، لي سيغار والكورني، طاجين زيتون، لي فولفون ما شاء الله ما شاء الله. فاتت حصه روعه. نقول لبناتي او طالباتي كامل، نقول لهم يعطيكم الصحه، جو عائلي. قريب تنتهي الحصه او الفصل كامل هذايا. نقول لكم من مده التكوين، نقول لكم راح نتوحشكم بزاف طالباتي الغاليات العزيزات. ربي يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا استفدتوا ومديت لكم
واش تحوسوا. ومازال حبيباتي مازال نكملوا حصص الحلويات في حصص قادمة بإذن الله. إلى اللقاء حبيباتي الغاليات في فيديو جديد، وما تنسونيش بالجيم والتعليق.